عايز اسامي كتب او اسامي محاضرات او اكاديميات ابدا بيها لما انا هبدا اقرا ايه. ده من اشهر الاسئله اللي بتيجي، يعني مبقاش عارف ارد. يقول لي واحد انا دلوقتي عايز اتعلم بقى الدين بقى بجد واتحمست وكده، اقرا ايه؟ او قول لي اكاديميه او مدرسه او مكان او حاجه اونلاين او حاجه في مسجد، قول لي حاجه اروحها ابدا اتعلم فيها. عايز اسامي، يعني عايز الناس بحس لما واحد يسمع يقول اه ايه ده، والله ده دي فعلا ممكن اروح اشترك فيها، اه ده ممكن اشتريه واقراه، اه ده كده يعني. عشان الغليظ هيتكسف اعلان غير مدفوع الاجر يا جماعه، عنده ابجديات. الراجل ده بيقول كلام 100% وبيعلم حاجات ممتازه. طيب. طيب عشان خليني الغليظ مش اجاوب، هيقول نفسه، انا عارف، فانا اجاوب قلت لو اقولها لكم عندي انا في لغايه ما اعمل بقى اضافه. انا اكاديميه تنفس الغليظ، ساعتها نبقى اه نتخانق، هو لكن انا دلوقتي اتكسفت انا فعلا بتكلم. تصدق. بصيت في الارض كده واتنيت في نفسي وبتاع. طيب. بسم الله. آه... خليني اقول حاجه. انتوا معانا رجاله صح؟ ايوه نعم، ايوه نعم. خليني اقول حاجه، ان في 3 حاجات اي حد في الدنيا لازم يتعلمهم. اي حد في الدنيا تمام. لازم يتعلمهم. مم. حتى الامام الغزالي بيقول ان دول فرض يعني. رقم 1 يتعلم يعبد ربنا ازاي، اللي هو الفقه. طب تمام. انه قد ايه في الفقه؟ على قد عبادته. يعني لو هو ولد صغير يبقى هيتعلم الطهارة والصلاة والصيام. تمام. كبر شوية بقى وعنده فلوس، هيتعلم الزكاة. تمام. رايح يعمل عمرة يتعلم العمر، رايح يحج يتعلم الحج. هيشتغل ويروح في البيوع يتعلم بيوع، في القدر برضو اللي هيحتاجه في البيوع. ده اللي هيتجوز هيتعلم الجواز، هيطلق يتعلم الطلاق وما يطلقش. تمام ان شاء الله. يصبر شويه مفيش مشكله. تمام. فرقم 1 يتعلم كيف يعبد الله عز وجل. ادي واحده اللي هو الفقه. نعم. 2 لازم يتعلم الايمان. تمام. يعني ايه الايمان؟ الله عز وجل في القران كل شويه يا ايها الذين امنوا قل للذين امنوا ان الذين امنوا. تمام. والذين امنوا انت مطلوب منك تكون مؤمن. تمام. طب ايه هو الايمان وايه اصول الايمان وازاي بيزيد وازاي بينقص وازاي اقويه وازاي وازاي بيضعف وازاي احمي نفسي ان هو يضعف. وايه اصوله وايه فروعه وايه علاماته. يعني انت اللي عمال تقول ايه اصل الايمان في القلب، كلام فارغ طبعا، الكلام ده هبد، ما فيش حاجه اسمها الايمان في القلب. الايمان في القلب بس مش في القلب بس. تمام. طب هل له علامات ولا ملوش علامات؟ عشان خاطر الناس اللي بتقول لك لا اصل الايمان في القلب، ما هو ده كده كأن الايمان ملوش علامات. تمام. بالمناسبه كده لو الايمان في القلب، لو في ناس يقول لك الايمان ان انت تبقى مصدق ان ربنا، ابليس كان مصدق ان في ربنا، ده كلم ربنا. تمام. فلازم افهم يعني ايه الايمان. دي ماده اسمها عقيده. تمام. الماده رقم 3 واللي واجب برضو ان انا اتعلمها ماده اسمها تزكيه. ليه واجب ان انا اتعلمها؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى قال لا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سليم. نعم. فبما اني لازم اقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم يوم القيامه، فانا مطلوب مني ان انا انقي قلبي وازكي قلبي. قد افلح من تزكى قد افلح من زكاها في فتره الحياه دي. فالماده دي اسمها ماده ايه؟ ماده تزكيه. دول 3 حاجات لازم تتعلمهم عشان ابقى طالب علم مبتدئ. هزود على ده بالمناسبه ده عشان ابقى مسلم عادي بس. تمام. طيب انا بقى عايز اتعلم بجد. عندنا 5 اصول للعلوم: فقه وعقيدة وتفسير وحديث وسيرة. دول 5 أصول. لازم أول جدول هتتعلمه يكون يعني مستوى في كل واحدة من دول. تمام. هنا أنت بسم الله الرحمن الرحيم خدت إيه؟ خطوة أولى في طلب العلم. تخلص دي تخش بقى في اللي بعدها. تمام. طيب لو فاكر ان التعلم هو عبارة عن الدروس الحلوة اللطيفة اللي لما بتقرأها او تسمعها القلب بيهتز، لا لا لا. تمام. طب ايه يعني ما بيتهز؟ لا برضو. امال ايه؟
هتلاقي في درس طبيعته معلوماتيه شويه، وفي درس طبيعته تاريخيه شويه، في درس طبيعته لغويه شويه، في درس طبيعته يعني كل حاجه لها طبيعه. تمام. بس اجمالي تحصيل الحاجات دي بيخرج انسان فعلا مختلف. الحاجه الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يزود منها في القران العلم، وقل رب زدني علما. وانا بقول بصراحه انا ما شفتش واحد ثبت في الطريق ده. انا شفت ناس ثبتت في الطريق ده من غير ما تشتغل في الدعوه، او شفتهم بيثبتوا فيه وهم شغالين في الدعوه، شفتهم وهم بيتصدقوا، شفتهم وهم مش بيتصدقوا، شفت كل حاجه وعكسها. انما الحاجه الوحيده اللي ما شفتش حد ثبت من غيرها هو العلم. توقف علم لازم تقع، لازم تقع، ملهاش حل، لازم تقع. فلازم تفضل تتعلم، لازم تفضل تتعلم، لازم تفضل تتعلم. وقل رب زدني علم. اكاديميات ايه بقى؟ طبعا احلى حاجه ان انت تتعلم تبقى قدامك الشيخ تروح له، بس ده بقى صعب شويه تين يعني. فتروح فين؟ انا دايما احيل الناس على حاجه من الاتنين بصراحه، على زاد ابجديات كده، ابجديات كده عشان هو يتكسف. وبصراحه ابجديات. ايوه يا جماعه، عندنا الله في والله اعلان غير مدفوع الاجر، والله العظيم، والله الراجل ده ما بيدينيش حاجه على فكره، هعزمكم على كباب ولا كباب ولا سمك ولا اي حاجه. هبعت ولو لك جيت اسكندريه يقول لي انا رحت القاهره. يعني بص هو ايه دي جدعنه يعني، عشان بس تفتكروا انه اتفضل. فيجي ابجديات معانا بصراحه. يعني ارجو ان اللي يكون بيدخلها بيخرج ارجو ان هو مختلف بالذات، سواء ابجديات او اللي زي او حاجه احسن منها او زيها او ايا كان. ان انت مهم وانت بتتعلم ان يكون المعلم بتاعك مركز ان هو يديك المعلومه ويديك اثرها، يديك المعلومه ويديك الديانه. لان خلي بالك انت مش فلاشه، انت مش بتحصل معلومات، انت بتتدين. فوانت بتتعلم لازم تكون بتتعلم عشان تتغير، مش بتتعلم عشان يكون عندك قصص كتير تعرف تتكلم بيها ومعلومات كتير تعرف ان انت تجادل بيها. لا، انت بتتدين بهذه المعلومات. فمهم ان انت وانت بتتعلم تكون مدرك لهذا الامر.